لو عايز افتتاح تفاجئ بيه خصمك وصدقني هتكسب اكتر من 80% من الجيم اللي هتلعبها بالافتتاح ده، يبقى الفيديو ده ليك. ويا سلام لو بتلعب الافتتاح ده بقى اون ذا بورد، سواء كان مع اصحابك او في التشيس كلاب، هتحس انك ميخائيل تل في نفسك. تعالى بدون مقدمات كبيرة هنشوف النهاردة وهندرس الإيليان جامبت. الإيليان جامبت اللي اخترع الإيليان جامبت ده شاب بص مهايبر ستريمر، اسم القناة بتاعته ويتي إيليان. جيمه كلها من عالم تاني، من كوكب تاني حرفيا. الإيليان جامبت يا شباب هو افتتاح ضد الكاروكان. وعايز اقول لك ان يمكن 60 70% من لعيبه مصر بيلعبوا الكاروكان. لما بنقول كلمه جامبت يعني انت بتتخلى او بتسكرف او بتضحي بيد او حتى قطعه في سبيل حاجه مهمه جدا، وهي رابid ديفلوبمنت او تطور سريع للقطع بتاعتك، وطبعا مواقف تكتيكيه سريعه على جناح الملك او على حتى الملك من غير ما يبيت. الاليان جامبت يا شباب بيبدا بالاي 4 سي 6 دي 4 دي 5، وهنا الكارو كان المين لاين. تطلع نايت بي دي 2 حامل بيدق، يضرب بيدق في بيدق. ابيض يكابشر باك البوم بتاعه، وبعد المين لاين انك بتعمل ديفلوبمنت للنايت ده بهذا الشكل على طول. افتكر الاليان جامبت ان انت بتنط بالنايت بتاعك في الجي 5. عايزه ايه الجي 5؟ عايزه ان انت تعمل ساكريفايس للنايت في البون بتاع الاف 7. عايز اقول لك ان ده اضعف بيدق في البورد سواء كان للابيض او للاسود، وعشان كده اغلب الجامبتس المجنونه بتتمحور حوالين البيدق ده، سواء كان الفرايد ليفر، سواء كان التريكسلر اتاك، سواء كان حاجات كتير جدا. وده ليه؟ لان البيدق ده محمي بس بالملك، فانت بتعمل اتراكشن للملك، بتجيب الملك وتمنع من التبييت في سبيل اللي قلنا عليه بقى. بعد زقة البيدق من الاسود على طول الاليان جامبت يتحقق، وهنا هنسكرف النايت بتاعنا في البون الاف 7 بون. هنعمل اتراكشن للكينج يقبل الجامبت، وهنا تبدأ التكتيكات والشقلباظات الشطرنجية. بمعنى ايه؟ على طول بنطلع بالنايت محضرين للكش الجميلة دي. طيب هو هيعمل ايه؟ تعال نشوف الاختيارات عند الاسود ايه. وعلى طول اول اوبشن هنشوفه وهو تثبيت النايت اللي موجود في الاف 3، ودي ولا تثبيت ولا حاجة، لان انا عندي هنا كاونتر قوي جدا بنط بالنايت بتاعي، عامل تشيك للكينج وفي نفس الوقت عايز البيشب، وطبعا مطلوب بالوزير والنايت. وهو لو رجع حتى هنا في الجي 8 على طول انا مش هاخد القطعة، ولكن هديله تشيك ميت بهذا الشكل. لو طلع هنا ياخد تشيك ميت، لو غطى بالبيدق ياخد تشيك ميت. لو ما طلعش في الاتش 7 وزق البيدق ده عشان يحمي التشيك ميت، انا باخد القطعة بكل سلاسة ويسر. ودلوقتي انا حرمته من التبييت ومعايا جيم وتفوق جميل جدا. نرجع تاني، لما يطلبك بهذا الشكل على طول انت تفتكر النقلة بتاعة الفورك. وهو احنا شفنا لما الكينج رجع في الجي 8. تعال نشوف لما يروح في الاي 8 بهذا الشكل. على طول انت هتعمل حاجة، هتروح برضو بالبيشوب، بس هنا عنده كاونتر بلاي قوي جدا. ايه هو بقى؟ انت طبعا عايز تشيك ميت في واحد لان المربع ده مقفول. هو انه ممكن يديك تشيك، وبعد ما انت تصدر البيشوب بهذا الشكل ياخد كمان النايت بتشيك، لان هو كده كده انت مضحي بقطعة، فتاكل يقوم واكل هنا. وبكده يبقى هو عنده افضليه لان هو كده معاه قطعه زياده، واحنا مش عايزين كده. فالبيشوب في السي 4 مش افضل حاجه، ولكن هقول لك دلوقتي تعمل ايه. لو نزل في الاي 8 برضو انت هتاخد قطعتك بكل سهوله، وفي نفس الوقت ضاغط اكتر وجيمك افضل بكتير، لان انت حرمته من التبييت والفيلين عندك من اخطر ما يمكن. ده انت ممكن تطلع البيشوب وتبيت ودنيتك هتبقى جميله جميله جميله. تعال نرجع من الاول تاني، او بالمره تحفظ الافتتاح معايا. اي 4 سي 6، وبعد دي 4 بيطلع بالدي 5. نطلع نايت بي دي 2 حامين البيضة ياكل، ناكل، يطلع بالنايت بروح في الجي 5، يزق عليك البيضة على طول بتدب السكرفة وبتعمل السكرفة الجميلة دي. تاكل بالكينج تطلع بالنايت، مهمة جدا طلعت النايت دي. وبعد احنا شفنا طبعا اللاين ده، تعال نشوف لاين تاني مهم جدا وهو نايت بي دي 7. نايت بي دي 7 من الاسود. ساعتها انت افتكر بقى الخطة دي، هتطلع بالبيشوب بتاعك في الدي 3، هتبيت، هتجيب الروك بتاعتك تمسك فايل الاي، هتقوم ناطط بالنايت بتاعك هنا، واتفرج على التكتكس اللي ممكن يحصل. وطبعا ده كل ده محسوب بناء على رد الاسود، ما تعملش كده وانت مش شايف الاسود بيلعب ايه. طيب هنطلع فعلا بالبيشوب في الدي 3،
الاسود عايز يفتح للبيشب بتاعه والكوين عشان يحمي وفي نفس الوقت يطور البيشب ويفرغ مكان للروك انها تيجي هنا او هنا. انت مكمل في الخطة بتاعتك وبتبيت وكده الكينج بتاعك في مأمن تماما. بيشوب اي 6 من الاسود عايز يعمل الخطة اللي قلت لك عليها. انت على طول تمسك الفايل بالروك، وهنا هو كمان هيمسك الفايل بالروك عشان يدعم البون بتاعه، وهنا على طول تنط بالنايت بتاعك في هذا المربع الجميل. تاني انا عايزك تفتكر النطة دي لانها كي موف مهمة جدا، مهمتها انها تعمل فركشة devastating موف. بمعنى ايه الكلام ده؟ ان انت بتنط عايز تشيك، هو لو كلك بهذا الشكل انت بتاكل بالبيدق، ولو نط كده على طول بتديله تشيك ينزل هنا. كمان كي موف انك مش بقى تروح عايز التشيك ميت، لان دي ليها حل. الحل بتاعها بسيط جدا، هو بعد ما تيجي كده يرجع هو بالنايت وما عندكش اي حاجة، حامي مربع المات. طب امال هنعمل ايه؟ هنعمل تضحية اجمل واجمل. البيشوب يجي يسناتش البون ده، وبعد ما ياكل تديله تشيك يمشي في اي حته ياخد التشيك ميت. لو مشي هنا بياخد التشيك ميت على طول، ولو ما مشيش هنا وراح الناحيه التانيه بهذا الشكل تاكل البون بتشيك. كينج جي 8 تديله الباترن المشهوره تشيك، يروح كده تطلع يجي كده تشيك تشيك ميت. ولو ما دخلش في اللاين ده وراح حاجه تانيه، ولو طلع في الاف 7 بهذا الشكل برضو تشيك ميت بتبدا بالبيشوب، وبعد ما يجي هنا تشيك ميت بالكوين. احنا شفنا البون تيكس دي شفناها. طب افرض هو قال لك انا مش هاخد يا عم، ده الراجل ده شراني، على طول انت تكمل تضحيه كمان بريليانت موف. وهنا خلاص الكينج بياكل، تقوم طالع عامل روك ليفت هنا بهذا الشكل عايز تشيك ميت، ملهاش اي حل. لو طلعت بالشكل ده على اساس تصد التشيك ميت، على طول انا بديك تشيك، وبعد النطة الجميلة دي انت بتخسر كل حاجة، لان خلاص الملك في الشارع حرفيا ومعزول، وبتاخد لعب وتفوق وتشيك ميت وكل حاجة معاك في الجيم. ولكن خلينا نرجع كده خطوات لورا. فاكرين لما قلنا النط بالنايت هنا نديله تشيك ونفتح اللعب ونسكرف ونعمل تضحية للبيشوب؟ طيب افرض هو اساسا ما كلش ورجع بالكينج بتاعه هنا وبقى في امان، ساعتها هنعمل ايه؟ افتكر بقى الكي موف الجميلة قوي دي، هتطلع بالكوين بتاعك هنا. طب هنا ليه عايزة ايه دي؟ لو رجع الاسود يحمي بهذا الشكل على طول برضو انت عندك بيشوب تيكس. هتقولي طيب ايه دي فايدتها ايه؟ بعد ما ياكل ده انا عندي الحصنة وموجودة جنب الكينج ومش هيحصل اي حاجة. اقول لك غلطان طبعا يا صديقي، لان بعد الكش السحرية دي المربع ده مقفول والكينج مجبر ان هو يجي كده تاخد تشيك ميت سموذرد ميت اوت اوف نو وير. طب يا عم انا مش هاكل الفيل ده، فيل شراني، ده مش ممكن. امال هتعمل ايه؟ هاكل الاول الحصان اللي هيديني تشيك ميت. طيب انا عايز دلوقتي حصانك، هتتحرك بالحصان، هقوم على طول رايح للعب القديم بتاع زمان الفيل في بيدق تاني. وبعد ما تاكل عندي كل الحاجات متاحة، على طول عندي تفوق رهيب بعد فكرة الروك ليفت. طيب هتقولي بقى ده انا ههرب، هتهرب فين؟ الكوين ماسك الجيم بشكل فظيع. مراجعة سريعة في الاليان جامبت، انا بعيد النقلات كل شوية من الافتتاح خالص عشان تحفظ النقلات معايا. E4 C6 D4 D5 نايت بي دي 2 حمينا البيدق، بيدق تيكس، وبعد كده بننط بالنايت بتاعنا يطلع يعمل ديفلوبمنت، بنروح في الجي 5 عايزين نعمل التضحية الشهيرة بتاعتنا. طيب بعد كده بعد الزقة دي على طول بنعمل التضحية بهذا الشكل، وبعد ما الكينج يتيك بنطلع بالنايت بتاعنا. وهنشوف المرة دي البيشوب لما يطلع على طول في الاف 5. مهمة جدا تفتكر لما البيشوب يطلع يبقى انت لازم تكون اسرع، لان هو لو سد الزاوية بهذا الشكل وطلع البيشوب بتاعه وجاب الرخ ورا الكينج والكينج استخبى، شكرا انت بتخسر الدور. وعشان كده لازم تطلع على طول بالبيشوب بتاعك تدي تشيك، وبعد النقلة الجميلة دي تنط النايت بتشيك. هو كده طبعا سد التشيك بالبدء. طيب انت بعد ما تنط بتشيك والكينج يرجع بهذا الشكل، كي موف انك تزق النقلة البريليانت دي، على طول البيشوب يجي هنا ضاغط على الرخ. طب وفيها ايه؟ ده احنا بنلعب الاليان جامبت،
ضغط على الرخ براحتك. انا على طول هنقض على البيدق ده بتشيك، لازم واجباري تيجي هنا ازق البيدق كمان على النايت والبيدق ده، وعايز تشيك ميت. لو كلت كده بديك تشيك ميت على طول في واحد. طيب يبقى انت ما ينفعش ان انت تاكل باي حال من الاحوال. لو كلت البيدق بنزل بالنايت بتاعي، هات الكوين وهات البيدق ده. ولو طلعت بهذا الشكل باخد البون بتاعي بتشيك، اما انك تيجي على دي او دي اجباري. لو جيت هنا بجيب الرخ بتاعي في الجي 1 وضاغط وعايز ديسكفرد تشيك قوية جدا. ولو الكينج راح في الاتش 6 برضه انا عايز ديسكفرد تشيك على حس البيشوب اللي موجود في السي 1. نايت اي 4 بتاكل البيشوب بتشيك. الكينج لو رجع في الاتش 7 باكل بتشيك، عايز افضي المربع الجميل ده للوزير على طول ينقض على هذا المربع بتشيك ميت. طيب لو انت كلت كده بديك تشيك، ودنيتي من اجمل ما يمكن هيضطر يضحي بهذا الشكل. تضرب انت كده في كده، واظن انت تعرف تكسب كده ولا ايه الكلام؟ طيب يا جماعه انا كده عملت شويه تريكات في الاليان جامبت. عايز اقول لك ان دي مش كل التريكات، انا في لاينات برضو كانت جميله جدا ممكن اكون فوتها، بس انت مع اللعب ومع الممارسه للافتتاح الجميل ده هتلاقي الدنيا والتكتيك عندك عالي جدا. نصيحه مهمه جدا يا شباب، الافتتاح ده لما يتلعب يتلعب في البوليت وفي البليدز، ما يتلعبش في الرابد فيما فوق او الكلاسيكال. انت عايز تفاجئ خصمك ومش عايز تديله فرصة يفكر او يحضر عليك. وكمان ما تفضلش تهرس فيه مع اصحابك كتير، لان هم هيحفظوا الردود الصح لما يجوا يحللوا في الانجن. انما دور على حلول تانية، وفي جامبتس تانية كتير جدا احنا ممكن ندرسها. ولكن لو عجبتك الحلقة دوس لايك وشير وسبسكرايب، وعايزك تقولي رأيك في الكومنتات لو لعبت بالجامبت ده وكسبت وايه اللي حصل بالظبط. اشوفك على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.